مرحبا، وكيفكم؟ شو الأخبار؟ حلقة هاشتاج حسكة اليوم رح تكون عن الزي الكردي وكيف بيعكس تاريخ طويل من العادات والطقوس والتقاليد للشعب الكردي. رح نقول بيلتبس أكثر شيء بأيامنا هي أيام شهر آذار، شهر النوروز، العيد القومي للشعب الكردي. رح نتعرف خلال حلقتنا اليوم عن تفاصيل الزي الكردي وكيف بيعيش بحياتنا اليومية، عن أقمشته وتطاريزه الفريدة اللي بتميز الشعب الكردي واللي بتشبع الجمال الكردي، وكيف هذا الزي الكردي بعده محافظ عليه لليوم. وقبل ما نبلش بحلقة اليوم وكالمعتاد رح نروح لسؤال الأهالي: ايمتى بيلبسوا الزي الكردي وشو بيعرفوا عن الزي الكردي؟ مرحبا، اهلا وسهلا. كيفك؟ هلا هلا اهلا وسهلا. احنا برنامج هاشتاج حسكة، بدنا تشاركي معنا اليوم. اهلا وسهلا فيك. عم نحكي بحلقتنا عن الزي الكردي. شو بيعني الزي الكردي للمرأة الكردية؟ الزي الكردي يمثل الثقافة الكردية للمرأة، التمسك بالعادات والتقاليد. يعني عم نشوف المرأة حالة بهذا زي بكل المناسبات، بالأعراس، بالأفراح، بعيد المرأة، بعيد النيروز. يمثل تراث القومي للمرأة الكردية وللشعب الكردي بالشكل. طب اشرحي لنا من شو بيتكون الزي الكردي؟ الزي الكردي يتكون من فستان وفوقه جلباب، وطبعا كمان لفحة، يعني في كتير كمان زنار على البطن. ايمتى بتلبس المرأة الكردية أو الرجل الكردي الزي الكردي؟ في المناسبات، الأعراس، عيد النيروز، عيد المرأة، كل المناسبات القومية، يعني رمز للشعب الكردي وللمرأة الكردية. اليوم الفستان الكردي قد ايه عم يكلف على الصبية أو على المدام اللي حتفصل الفستان الكردي؟ والله يعني مختلف أشكال حسب نوع القماش، حسب يعني الجودة، يعني من 350 لل 100 دولار، يمكن أكثر كمان شيء 150 200 دولار. جهزتي فستان نوروز؟ والله لسه يعني في عندي قديم، بس لسه جاييني قماش لحتى أخيط. يعني كل مرة بعيد نوروز بتتنافس مع صديقتها ليكون زي الكردي أجمل زي. ايه أكيد، كل مناسبة واحد يحضر حاله ويعمل فستان جديد غير القديم يعني، وشوف حاله فيه. طب شو برأيك شو بيميز الزي الكردي؟ يعني من أي ناحية؟ الزي الكردي بيميزه الألوان الطبيعية. ايه، زي الكردي طبعا بيميزوا الألوان الربيع، يعني بيتجسد بالربيع، كل الألوان الزاهية، بيمثل الفرحة، بيمثل السرور، بيمثل يعني بيعطي طابع حضاري وفرحة سرور للمجتمع اللي حواليه. يعطيك العافية، شكرا كثير. تسلمي. هلا حبيبي. مرحبا مرحبا، كيفك خالو؟ عليه الحمد لله. شو نحن برنامج هاشتاج حسكة. يا هلا بالحسكة. عرفنا حضرتك. أنا أبو محمد من الحسكة.
عايش بهالحسكة ودرس بالحسكة ودرس بدمشق وحقوق وهيك يعني. نحن بحلقتنا اليوم عم نحكي عن الزي الكردي، شو بيمثل الزي الكردي بالنسبة لكم كرجال؟ نحن لما نشوف الزي الكردي له خصوصية، يعني شلون كانت الايام زمان؟ ايام زمان مو انه بالشول وبالرعي وكذا وكذا، لباسهم المناسب كان يلبسوه الخفتان والرداين وهاي الشغلات هاي، وكان معروف الزي الكردي والزي العربي كمان قريب عنه، زبون وما زبون، بس الزي الكردي كان مميز يعني من ناحية الألوان ومن ناحية القماش. شو بيمثل للشعب الكردي هذا الزي؟ اليوم لحد الآن بنشوف بعض في شباب عم يلبسوا الزي الكردي، شو بيمثل للمكون الكردي؟ والله هو شوفي الزي الكردي هو عبارة عن متوارثين من الآلاف السنين، نتيجة كل شعب يعيش مثلا بمنطقة معينة. نحن الكراد معروفين انه يعيشون بالمناطق الجبلية، وهاللباس مناسب لهم خاصة مشان الثلج والبرد. كان ايام هوية الشعب الكردي ايه، وتمثل من تراث الشعب الكردي، لانه الشعب الكردي مميز يعني، لا فارسي ولا عربي ولا تركي. وهلا في بتركيا يقولون هذول اتراك الجبال، وهن يعني قومية مميزة. ايه وهي له خصوصية. مرحبا، اهلين كيفك؟ والله تمام الحمد لله بخير. سمعت السؤال؟ تمام يعطيك العافية. إيه. سمعت السؤال اللي عم نحكي عن الزي الكردي، اليوم الزي الكردي الرجالي من شو بيتألف؟ والله انا ما بعرف لانه انا ماني كردي، انا عربي، بس انا عايش بالمدينه هون. بعرف انه بيلبسوا هذا الشروال العريض والفوق وهيك مثل البدريسه والكذا، زي فولكلوري يعني. الكراد جماعه عندهم تراث وعندهم فولكلور خاصيون، هذا لباسهم يعني شغل. يعطيك العافية، سلام، تفضل. شكرا كثير، شكرا كثير لك خالو. أيوه. مرحبا، أهلين، كيفك؟ الحمد لله تمام. عم نسأل بحلقة اليوم الزي الكردي شو بيعني للمرأة الكردية؟ يعني الكردي هي الإنسان يعني بتلبس فستان الحفلات، يعني شي مناسبات، فستان بنلبسها بالعيد نوروز، بالعيد المرأة، بليلة النوروز كمان بنلبسه. شو بيعني للمرأة؟ شو بيعني للمرأة الكردية الفستان الكردي؟ يعني هي ثقافتها، وهي يعني شي مميز بنلبسه بالحفلات وهيك شي، يعني بنشوف حالنا فيها يعني اختفاء. يعني فخر، بتفتخر المرأة الكردية بالزي الكردي. ايه فخرة، في عنا فخر. شو بيميز الزي الكردي؟ يعني شو ألوانه وهيك شي، ألوان مثل يعني زينة وهيك شي بنلبسه. يعني هو ألوانه الزاهية والإكسسوارات اللي بتكون على الزي. اكسسوارات كمان يعني بنلبسه وهيك شي، يعني شي مميز بنلبسه. يعطيك العافية، شكرا كثير. مرحبا، اليوم حلقة هاشتاج حسكة عم تسأل الزي الكردي شو بيعني للمرأة الكردية؟ الزي الكردي بيعني للمرأة الكردية هو رمز، أول شيء ثقافة وعادات وتقاليد، وبيمثل المرأة الكردية وهويتها وتاريخها العريق. وطبعا بالرغم التطور اللي صار واللبس وكل شيء اللي صار، طبعا هذا الشيء ما بيستغني عنه يعني ابدا، المرأة الكردية ما تستغني عنه خالص، اللي بتلبسه بحياتها اليومية، ومن ضمن الفعاليات اللي بتصير والاعياد اللي بتصير طبعا 8 آذار وغيرها، ما تستغني عن هذا الرمز يعني، لانه هو بيمثلها. المرأة الكردية عم تلبسه بالحياة اليومية، بالأعراس وبالأعياد، وبعيد نوروز طبعا المعروف هو اللباس الرسمي لعيد نوروز هو الفستان الكردي. تماما. اليوم انت لابسه فستان كردي هالصدفه؟ لانه انا عم شارك بالفعاليات اللي عم تصير بعيد المرأة، فأكيد رح نلتزم بهذا الرمز العريقي اللي ما بنتخلى عنه لا بحياتنا اليومية ولا بفعالياتنا ولا بعاد. شو بيميز اليوم الفستان الكردي؟
بميز المرأة، بميز تاريخها، بميز رمزها، بميز أصلها، وبيعطيها جمالية وبيعطيها تاريخ، وبيثبت إنه المرأة ما بتستغني عن يعني تاريخها وعاداتها. يعطيك العافية، شكرا كتير. الشعب الكردي هو أكثر الشعوب اللي ما زال محافظ على تراثه ومحافظ على الزي الكردي القديم. طبعا هن بيعتبروا الزي الكردي القديم هو الهوية للشعب الكردي والثقافة، واللي دائما لازم تكون حاضرة بالأعياد وبالمناسبات وحتى بالاجتماعات الكبيرة. البعض منهم بيلبس الزي الكردي، والجالية الكردية بأوروبا ما زالت بتلبس الزي الكردي لتعبر عن ثقافتها وهويتها. ولنعرف أكثر عن الزي الكردي النسائي معنا صبية من مدينة الحسكة ميديا رح تعرفنا أكثر عن تفاصيل الزي الكردي وكيف الصبايا بينقوا زي الكردي لعيد نوروز. مرحبا. أهلا وسهلا فيكي. نحكي اليوم شو بيعني الزي الكردي للمرأة الكردية؟ طبعا الزي الكردي للمرأة الكردية هو الرمز للهوية الكردية والثقافة الكردية اللي هو بيتميز بألوان الربيع. طبعا في اختلاف ما بين كل جزء من أجزاء كردستان بالزي الكردي، مثل يعني باشور كردستان إقليم العراق بيتميز بأصالة الفخامة الحرير والأقمشة، وأكثر شيء بيرتدوا الذهب والكمبر والخزامة وكتير إكسسوارات اللي هي جزء من تفاصيل الفستان الكردي. كمان بجزء من أجزاء كردستان اللي هو باكور كردستان تركيا بيتميز الفستان الزي الكردي للنساء بفستان طويل ناعم عليه هيك هباري، بيلبسوا اكسسوار كتير ناعم بيختلف عن الزي بباشور كردستان. إذا بدنا نحكي عن الزي الكردي بروجهلات كردستان، الزي الكردي النسائي اللي هو بألوان الهادية الجبلية اللي ترتديه النساء مع الليرات الذهبية اللي بيحطوها عجبينهم. طبعا روج آفاي كردستان اللي هو غرب كردستان اللي نحن هلا متواجدين فيه بيتميز بكتير تفاصيل، في كراس وخفتان، في كراس ويلك يعني السترة القصيرة، في كمان الهوتشك اللي هو للنساء اللي شوي كبار بالعمر كتير بيتميز الهوتشك للنساء بالعمر شوي كبار. طبعا السنة بروج آفاي كردستان أكثر موديل هو دارج للزي الكردي اللي هو هوتشك. اشرحي لنا شوي أكثر مشان كمان اللي عم يشوفونا والمشاهدين يعرفوا شو هو الهوتشك. طبعا إذا بدنا نحكي أكثر عن الهوتشك هو للنساء اللي كبار بالعمر، بس السنة صارت موضة يعني كل البنات والصبايا عم بيخيطوا منه. الهوتشك هو فستان كامل بيجي بكمام طويلة وكتير عريضة بينلف لوراء الظهر. الهوتشك الاكسسوار اللي بينلبس على الهوتشك هو الشوحي. طبعا اللي بيمتاز للهوتشك هو بس الشوحي، هذا الاكسسوار اللي مميز فيه. طبعا هذا هو لكل جزء من أجزاء كردستان اللبس المميز عندهم للنساء. نحكي اليوم إنه الفساتين الكردية بتاخد ألوان الطبيعة. ليش الفستان الكردي للنساء بياخد ألوان الطبيعة؟ لأنه الفستان الكردي بياخد ألوان الطبيعة لأنه آذار بتجي معه ألوان الطبيعة. طبعا النوروز بيكون بآذار، فالشعب الكردي عموما بكافة أجزاء الكردستان الأربعة بيحتفلوا بآذار بكتير أعياد، اللي هو يوم اللغة الكردية، يوم العالمي للمرأة، عيد نوروز، ليلة نوروز. فهي الأعياد كلياتها يعني هي الأعياد كلها لازم تكون المرأة لابسة اللباس الكردي فيها. طبعا والرجل أيضا. طبعا هي الأعياد كلياتها لازم المرأة تكون لابسة الزي الكردي اللي بيوحي اللي هو من ألوان الطبيعة، اللي هو من ألوان الطبيعة. طبعا حتى الرجال، يعني حتى الرجال يرتدون الزي الكردي اللي هو شال وشبك. يعني كمان في كتير كمان في اختلافات عند الرجال بأجزاء كردستان بالنسبة للثياب الكردية.
ايه في كتير اختلاف بين اجزاء كردستان الاربعه باللبس الكردي للرجال. طبعا اذا بدنا نحكي عن باشور كردستان اللي هو بيتميز بالشال والشبك، وإذا بدنا نحكي عن باكور كردستان اللي هو بيتميز بالشروال الضيق من فوق واللي واسع من عند الحوض اللي هو كمان شروال. طبعا إذا بدنا نحكي عن روجهلات كردستان اللي هو بيتميز بالصوف اللي هو بينحط على الظهر وبينلبس تحته شروال. اما بروجافاي كردستان طبعا اللي هو الشال والشبك. نرجع للمرأة الكردية والفستان الكردي، بتلبسوا مثل ما فهمنا منك بعيد نوروز، عيد المرأة، ليلة نوروز كمان، وبعيد اللغة الكردية أو العيد لغة الأم بالنسبة للغات. وين كمان بتلبسوا؟ بالحنة بشوف انه بعد كمان هذا الطقس حاضر، وشو السبب انه بحنة العروس بعد لحد الآن عند الشعب الكردي محافظة على اللباس الكردي؟ طبعا ايه صحيح مثل ما انت حكيتي انه نحن مو بس بالاعياد بنلبس الزي الكردي، كمان بالحنه وكمان بالاعراس بنلبس الزي الكردي. طبعا بالحنه ينلبس الزي الكردي من العروس والعريس كمان. طبعا هو فخر واعتزاز وانتماء للقوميه الكرديه. اليوم الزي الكردي دائما فيه الحرف اليدوية، فيه النقشات القديمة، يعني بيحاول دائما يكون بالزي الكردي للنساء وحتى الرجال في على الزخاريف هي الزخرفة هي والحرف اليدوية اللي عم تفوت بالزي الكردي لتطالع جمال الشعب الكردي أو الصبية الكردية. طبعا مثل ما حكيتي انه في انواع للاقمشه. طبعا في اقمشه عاديه ساتان، وفي اقمشه عليها الزخرفه، وفي اقمشه بالاساس في صبايا عم تشتغل بالخرز وبتشكل خرز، يعني بتحاول انه تطالع شيء مميز اكثر يعني. وكمان للرجال في كثير اقمشه عليها زخرفه. طبعا هي الزخرفه كل ما كان الزخرفه او الخرز ثقيل كل ما كان حتى سعره أغلى. طبعا حكيتي عن الأسعار شوي، نجي لمحة كمان بالنسبة لأسعار الأقمشة، وش قد عم يكلف اليوم الصبية الفستان الكردي، ومنشوف حتى يعني اللي دخله محدود اليوم من الشعب الكردي بيحاول إنه يفصل هذا الفستان وبيلبسه بعيد النوروز. هلأ بصراحة مثل ما قلتي أنت الأسعار غالية، يعني حتى إن كان فستان بسيط الخياط رح يكون أجوره عم بتكون عالية، وأغلى كمان. مثل يعني أبسط فستان بكلف 40 أو 50 دولار ما عدا الخياط، أبسط فستان. أما إذا بدنا نجي على فستان مثل يعني هذا الموديل اللي أنا لابسته كتير ثقيل وكتير غالي، يعني المتر تبعه بيجي على 20 دولار واللي هو هلأ ب 212 ألف المتر. طبعا ما عدا الإكسسوار ما عدا الاكسسوار والشغلات اللي بتلزم للفستان انه تنلبس عليه بحسب الموديل. طبعا هلا الاقبال على السوق اقبال كتير، يعني هلا بخصوص الاقبال على الزي الكردي السنه بنشوف يعني حتى اكثر من يعني حتى اكثر من السنين اللي مضيت. يعني بتنزلي على السوق بتلاقي الشعب الكردي عم يتسابق لحتى يشتري الزي الكردي، لحتى يشتري القماش، لحتى ياخذ دوره عند الخياط. الاكسسوارات اللي بتلبسها النساء الكرديات دائما بنشوف زنار ذهبي، عقد ذهبي، كمان اكسسوار الراس ذهبي، حزام هيك على جنب، هذا كتير بيميز المرأة الكردية، كمان ذهبي. شو الفكرة انه هاي الاكسسوارات اللي بتكون على زي الكردي بتكون كتيرة وكل وحدة شو بتعني؟ هلا الاكسسوار بشكل عام اللون الذهبي على اللبس الكردي للنساء الكرديات هو غنى المرأة الكردية. هلا اذا بدنا نجي على الاكسسوار، يعني طبعا الاكسسوار بينلبس حسب موديل الفستان. اذا كان عليه كتير خرز ما بينلبس عليه كتير اكسسوار، بينلبس عليه شيء عادي. مثلا بتلاقي في نساء حاطين خزامه، بتلاقي في نساء على حسب موديل او ستايل فستانهم لابسين كتير اساور. الذهب بيميز المرأة بالغنى. طبعا الاكسسوار بحسب كل فستان شو بيحتاج ينلبس فوقه.
بس تعرفينا أكثر على أنواع الفساتين الكردية، نرجع نعيدهم. كل فستان شو يعني مثلا شو الأنواع الفساتين الكردية؟ هلا انواع الفساتين الكرديه في كراس وخفتان، وفي كراس وهوتشك، وفي في كراس يعني كراس عادي بسيط بيكون كله 6 راس بس مفصل فستان واحد يعني، وفي كمان هوتشك هو للنساء اللي شوي كبار بالعمر. طبعا هذا الهوتشك السنه كتير موضته دارجه، اللي هو بيجي فستان واحد طبعا بحسب الموديلات، بحسب موديل القماش. في أقمشة كلها جاية مزخرفة، في أقمشة كلها جاية ستراس، في أقمشة بسيطة عادية يعني في أنواع للقماش، في قماش ساتان، في حرير، في حرير، في القماش الجديد اللي طالعه موضته للهوتشك للسنه اللي هو الناز كتير مميز بهي السنه للهوتشك، اللي هو فستان واحد وكمامه كتير عريضه، والاكسسوار اللي بينلبس عليه هو اكسسوار واحد، واللي هو الكمر هذا هو مصنوع من خيوط للالوان الكرديه، الوان الربيع، كسك وصور وزر. ميديام بتشكرك كتير لمشاركتك معنا ولهالمعلومات الحلوة اللي عطيتينا إياها. طبعا نحن مكملين بحلقة هاشتاج حسكة عن الزي الكردي، ومثل ما شفنا في اختلافات بسيطة بالفستان الكردي بين أجزاء كردستان الأربعة، لكن الجميع بيوحدون إنه الزي الكردي هو زي عريق بيحمل الهوية الكردية وبيمثل الشعب الكردي. الزي الكردي النسائي بمنطقة روجافا بيتشابه بين كل المدن مع اختلافات بسيطة. الزي الكردي النسائي بمدينة الحسكة وديريك هو عبارة عن فستان وفوقه جاكيت يسمى بالكردي الخفتان والكراس، والجاكيت القصير يسمى اليلك. طبعا الفستان الكردي النسائي بيتميز بأكمامه الطويلة على طول الفستان، أما بعفرين بيكون الفستان أكثر تفاصيل مثل صدرية، كوفية، خفتان وكراس، وبتميز الكوفية بالليرات الذهبية والإكسسوارات بالأحجار الكريمة. أما بكوباني بيكون الفستان بسيط كتير ومن لون واحد، وفوقه خفتان أو فوقه جاكيت الطويل مع الكوفية العريضة بالليرات الذهبية. طبعا هاي الاختلافات ما هي إلا تميز لكل منطقة وهوية كل مدينة بطقوسها أو بتفاصيلها الحلوة لكل النساء. الإكسسوارات الذهبية على الفستان الكردي هي متشاركة بجميع مناطق روجافا، لازم يكون عندنا زنار أو الحزام الذهبي مع الإكسسوارات الأساور العريضة مع إكسسوار الجبين والعقود الذهبية العريضة فوق الفستان الكردي. لنعرف أكثر عن القماش الزي الكردي زرنا أقمشة جنة لناخذ تفاصيل أكثر عن أسعارهم وأنواعهم. مرحبا. أهلا وسهلا. كيفك؟ الحمد لله بخير. كيف الإقبال السنة على تفصيلة النوروز والزي الكردي؟ الحمد لله كويس ألف خير. شو في أقماش؟ هاي القماش كأنه هو القماش السنة الطاغي للزي الكردي بعيد نوروز. مزبوط. شو اسمها هاي القماش؟ هاي القماش ساري، تجي 3 أمتار، هاي تفصل زي كردي وعربي، كل يفصلون منها تقريبا يعني. هاي مخصصة أعياد نيروز، أعياد العادية، لكل القماش يعني. شو سعرها هي 450. وأقمشة ثانية؟ أقمشة ثانية في عندك هيك شيء كمان طول عرايسي، هذا كمان يجي يعني تفصل كمان فساتين حفلات، هاي كامل تطلع فساتين يعني كل الأشكال تطلع معهم يعني. هاي اللي عم يتاخذ مشان الازياء الكرديه او ازياء نوروز شو عم بيكون اكثر شيء؟ اي انواع من هلا عندك أكثر شيء الساري يجي هذا هيك شيء ملون. إيه جديد منزله انت؟ جديد مزبوط. هاي شو كردستان كامل كله يجي. شو بيميز الوان النوروز او الازياء الكرديه؟ يعني هي حسب الالوان تجي مميزه، يعني الالوان ملونه يعني هيك شوف هيك الوانها، هاي الوانها كامل تجي يعني طبيعيه؟ الوان طبيعيه يعني من الطبيعيه تجي. واقبال كيف عم يكون الاقبال فتره منيح خاصه احنا بشهر اذار؟ الحمد لله رب العالمين ماشي الحال كويسه يعني. يعطيك الف عافيه. شكرا لك.
الزي الكردي هو زي فلكلوري، بيعني الكرامة، بيعني الوجود، بيعني الثقافة. ولنعرف أكثر عن الزي الكردي للرجال معنا الفنان محمد جودي من مدينة الحسكة. مرحبا فيك. أهلا وسهلا، شكرا لكم. مثل ما شفت حلقتنا عن الزي الكردي، بدنا تعطينا تفاصيل أو شو بيعني الزي الكردي للمكون الكردي بالبداية، ونحكي شوي عن الزي الكردي للرجال. شكرا لك بداية بشرى، وشكرا لبرنامجكم الجميل هاشتاج حسكة. وطبعا نحن كثير مبسوطين بمشاركتنا لهالبرنامج الجميل. طبعا لكل مكون فلكلوره وهويته وثقافته العرقية، فنحن كمكون الكردي لنا ثقافتنا الخاصة وهويتنا الخاصة، وطبعا لغتنا، وبالإضافة الزي الكردي. طبعا المكون الكردي له ثقافته الخاصة وله الزي الخاص بالمكون الكردي. طبعا بيختلف بين المنطقة والمنطقة، بيختلف ألوان والنوع الأقمشة والموديل وكل شيء بيختلف. طبعا بيبقى كلاسيكي فلكلور قديم. أما طبعا بباكور كردستان وروج هلات وروج آفا وباشور، كل منطقة كل قسم له زي الخاص اللي يتبع للجغرافية المنطقة. طبعا بيختلف، هلا بيبدأ بالشروال فضي و جاكيت اللي مثل اللي هلا انا لابسه، قميص كمان فضي، واليشمر كمان بيجي اكسسواراته. طبعا كل الالبسه متشابهه، تختلف الاكسسوارات وهيك شيء يعني اختلافات بسيطة بين أجزاء كردستان الأربعة بالنسبة للزي الكردي الرجالي، ودائما مثل ما شرحت بيعتمد على الشروال الفضفاض، قميص فضفاض. ألوانه يعني بيجوا غوامق يتبع للجبال، يجي مثلا أسود، بني، كحلي، هيك غوامق يعني يتبع للمناطق الجبلية. ايمت بيلتبس الزي الكردي؟ بنلاحظ انه كثير من المكونات مثل ما ذكرت حضرتك انه هن عندهم فلكلور، بس كثير منهم قليل منهم اللي ضل متمسك بالزي الفلكلوري، بينما الكرد سنة عن سنة عم يبينوا انه هن محافظين. يعني نحن اليوم بنشوف حتى شباب بالشارع لابسين الشروال، لابسين الزي الكردي على زيارة عادية. طبعا أغلبية المناطق اللي موجودة بكردستان لسه عم يستخدموا هالألبسة وهالزي الكردي بالمناسبات، طبعا بالأعراس، وطبعا في بعد قبل العرس في الحنة. طبعا بيلبس العريس بيلبس لباس كردي، والعروسة كمان تلبس الزي الكردي للعنصر النسائي. واللي أهم من هيك طبعا في أعياد، في عدة أعياد، بس على يعني بيبقى عيد النوروز عيد الأقوى بالتباهي والتفاخر بالنسبة للألبسة الكردية الزي الكردي. وطبعا العيد هذا عريق جدا، والكل يعني بيلبسوا، أغلبيتهم بيلبسوا الزي الكردي. بالنسبة للنساء والرجال بيلبسوا الزي الكردي، بيتباهوا وبيتفاخروا فيه كونه يوم مميز جدا لعرض واستعراض الزي الكردي. هلا نحن عندنا الصبايا منافسة بتصير على مين رح يلبس أجمل قطعة أو أجمل زي كردي، وبتكون التحضيرات له قبل بشهر تقريبا، من الأقمشة، قطع الأقمشة والخياط. أنتم كمان الرجال نفس المبدأ، أنه في تجهيز الزي الكردي لنوروز بيكون يعني ماخذ وقت منيح وتجهيزات وتحضيرات؟ هلا بالنسبة للزي النسائي بيختلف ألوان فواقعه من هالنوع. أما بالنسبة للزي الرجالي بيتشابهوا أغلبيتهم. أما الإكسسوارات برجع وبركز، الإكسسوارات بيختلف كل مين له سيناريو خاص. أما كل السيناريوهات يعود للزي الأصيل الكردي اللي أغلبية المناطق تتباهى فيه. وطبعا الجغرافية تثبت القطع. هلا أنا لابس قطعة واثنين وثلاثة، وطبعا الزنار كمان.
في بعض مناطق بيلبسوا أكثر من 10 قطع. يعني كل ما زادت قطع كل ما زادت غناء الجغرافية والمنطقة. طبعا كل زي كردي له جماليته الخاصة ويمثل المنطقة اللي يعود الزي للمنطقة. طيب إذا نحكي اليوم نحن بروجافا، هلا قلنا بالأجزاء الأربعة لكردستان بيتشابه مع اختلافات بسيطة مثل ما ذكرت حضرتك، بجوز نزيد قطعة أو ننقص قطعة حسب الجو، حسب كيف حابب الشاب يبرز حاله أكثر. بروجافا حسكة، كوباني، عفرين، بيتشابه اللباس؟ طبعا إذا بدنا نركز على هالنقطة هاي لازم يعني الموضوع بيفوت شوي سياسيا لما تقسمت كردستان. طبعا هلا نحن هون كروجافا بحسكة نحن بوسط بين ميردين وشنغال، يعني جبل السنجار. جبل السنجار الزي الكردي بيختلف عن جبل ميردين. طبعا كوباني بيختلف لأنه تقسمت كردستان لأجزاء الأربعة، فكوباني في إلى أقرب منطقة واللي نحن نسميه سروج، الزي خاص جدا يختلف تماما عن الزي اللي هلا أنا لابسته، يختلف عن الزي الروجافا. طبعا في كوتشرات بديرك يختلف أبدا كل الاختلافات عن الزي اللي أنا لابسه. شو بتكون هاي الاختلافات إذا كلها محتواها أو أساسها أو تفاصيلها الدقيقة هي الشروال والقميص؟ هلا في مميزة هون. طبعا هلا اللي أنا لابسه كلاسيكي يعود يعني للمنطقة ميردين، سنجار، آمد. أما كوتشرات بيختلف في زي بيلبسوه بالجبال. طبعا الجبال يحتاج قفز للمشاة وهيك. أما بالنسبة للمدن كمان بيختلف، بتشوفي الأناقة أكثر، الألوان بتفتح أكثر، بيصير بياض على سواد وبيصير فضي مثلا ومن هالألوان. يعني قصة الشروال يا بتجي أوسع أو أضيق حسب المنطقة الجبلية. برجع وبركز المنطقة الجبلية. هلا نحن كحسكة ما راح تحتاجي فضي كثير، أما بالجبال بده يكون فضي كثير مشان عملية قفز ومشي تعرفي انت. بس كلها بتشارك انه تصاميمها هادئه ودافيه للعنصر الرجالي. كثير طبعا متشابهه كثير وتختلف الاكسسوارات والجو حصرا على الجو بيختلف الألبسة. طيب رح نسمع شيء، اكيد انت فنان من مدينه الحسكه، رح تسمعنا شيء لكردستان بصوتك. طبعا بدي اسمعكم اغنيه تراثيه بهديه لبرنامج هاشتاغ حسكه ولكم جميعا. تسلم كلك ذوق. كل الجمهور اللي بيتابعوا هالبرنامج شكرا لك. الله يعطيك العافيه، وخلينا نسمع منك شيء. تما وأحمد باك تمكي زاخوكي ويوهاي تما قربانو تمكي زاخوكي زري القندي مال أحمد باك مشان دهوكي ويوهاي زري القندي ماز قربانو مشان دهوكي يا كل قندي ما وأحمد باك ما مسكت كوكي ويوهاي يا كل قندي ما قربانو ما مسكت كوكي تما والأحمد باك تمكيز بابيري ويوهاي تما قربانو تمكيز بابيري زري القندي ما وأحمد باك مشان بربيري ويوهاي زري القندي ما قربانو مشان بربيري يا كل قندي ما وأحمد باك ما ميز هزيري ويوهاي يا كل قندي ما قربانو ما ميز هزيري
تجمع أحمد بك كم كيز أخوكي وي وهي تجمع قربانو كم كيز أخوكي زري القنديمة وأحمد بك مشان دهوكي وي وهي زري القنديمة قربانو مشان دهوكي. يعطيك العافية ويسلم هالصوت. ومثل ما شفنا مثل ما النساء بتتفاخر بالزي الكردي، الرجال كمان بيتفاخروا بهذا الزي وبيتسارعوا بالأعياد ليكون هو لباسهم الرسمي. هيك بكون وصلنا لنهاية حلقتنا ببرنامج هاشتاج للحسكة. مثل ما شفنا الزي الكردي مش بس لباس، هو هوية وثقافة وكرامة الشعب الكردي، لازم نحافظ عليه ونضل ننقله للأجيال الجاية. هذا اللباس هو تراثنا، هو أجدادنا، هو كرامتنا. كان معكم هاشتاج حسكة من قلب الجزيرة، من قلب الحسكة. سلام.